السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب الأعزاء، الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، الطلاب الراقين، الطلاب اللي ببالهم طموح، الطلاب اللي ببالهم هدف، الطلاب اللي ببالهم تحقيق حلم، نجاح، معدل عالي، وصول الكلية، وصول الهدف اللي يدوروا له. اليوم جيناكم بالحلقة الثانية من حلول تمارين الوحدة الأولى، واليوم عندنا هذا التمرين اللي هو يتعلق بكلمات تسويها على شكل قاعدة use to. قاعدة use to للتذكير فاعل زائد use to زائد فعل مجرد زائد تكملة. بحالة المثبت، بحالة النفي فاعل didn't use to فعل مجرد تكملة، did فاعل use to فعل مجرد تكملة. بحالة الاستفهام نجي على هذا الكلمة، عندك not وعندك sit. not يعني نفي، إذن لازم استخدم حسب قاعدة النفي، فاعل زائد didn't زائد use زائد فعل مجرد زائد تكملة. الفاعل موجود، أنزل didn't use to، والفعل المجرد sit أنزله نفسه sit. زين، نجي على هذا، عندي شنو؟ علامة الاستفهام. إذن القاعدة حسب السؤال، أجي أنزل did والفاعل موجود you، وأنزل use to والفعل المجرد do. هذه حسب قاعدة المثبت، فاعل موجود used to help، وهيك تحل. من تشوف استفهام حسب قاعدة الاستفهام، نفي حسب النفي، ومثبت حسب المثبت. كل الكلمات نفس الشيء، وما اتوقع يجيب لكم هي الجملة، لكن على فرض انه تجيك جملة عادية انت المفروض تحلها حسب هيك قواعد. نجي على هذا التمرين ايضا صفحة 15 اللي هو باستخدام المقارنة، باستخدام صفات المقارنة as واستخدام صفات than. عندك القاعدة الأولى فاعل زائد is am are صفة مقارنة، يعني صفة مقارنة إضافة er للمقطع واحد ومور للأكثر من مقطع. than ضمير الفاعل used to be، فاعل isn't و aren't زائد as زائد صفة مجردة زائد as زائد ضمير الفاعل used to be، وتحل حسب الجملتين. شوف films هو ينطيك الجملة هيك films، وينطيك أفعال وصفات، يعني ينطيك صفات. أنت المفروض شو تسوي؟ المفروض تحل حسب قاعدة than أو حسب قاعدة as. شوف عاد هو لو يخيرك لو ينطيك بكيفك، انطاك بكيفك انت حر، انطاك اختيار حل حسب القاعدة. فيلمز تنزلها، ار هذه لان الاسم جمع، مور رومانتيك لان اكثر من مقطع، ذان ذي شنو هي الذي؟ فيلمز اللي هن الافلام، used to be. نفس الشيء إذا حليت بقاعدة as كلها نفس الحلول، بس صيغة السؤال ينطيك إياها إنه ينطيك الكلمة وينطيك إياها كلمات، وأنت حسب قاعدة as أو حسب قاعدة than الحل مالك يكون حسب المقارنة. وكل المواضيع اللي تتعلق بالقواعد وتتعلق بحلولهن شرحن أنا شارحه موجود داخل القناة. نقلب الصفحة وندور لنا تمرين النوب، وعدنا تمارين. هذا التمرين مجرد على مود بس معاني، تمرين للمعاني، انه الحكومة تنفق ملايين على ايش؟ للناس اللي يهتمون بصحتهم. because of their bad diet 60% of British people شبيهم are diabetes low are over and could diabetes are very unhealthy. حسب الاختيار اللي انت تقتنع بيه، انه 60% وجبات الغذاء مالتهم غير جيدة، 60% من عندهم ايش بيهم؟ بيهم سكري، لو اوزانهم عالية، لو غير صحة. شوف انت شنو تقتنع بيه. الناس ايش بيهم؟ دائما يشاهدون التلفاز. هيك يكون حسب الاختيار حسب المعنى. نقلب ايضا ندور ماكو، نجي على التمرين التاسع. هذا التمرين معاد لنا، لكن عندك هنا
correct incorrect dependent independent fair unfair. عندك كلمات بس هذن الثلاث كلمات اريد ان واجب تكتبوا لي بل تعليقات او تدزوا لي رسائل او تواصلون وياي. المهم تكتبوا لي الحل مالهن، ان لو ام لو ان لو ديس لو شلون نحلهن حسب الاضافات القبليه prefix. وعندك هذا التمرين ايضا write the correct word، اكتب الكلمه الصحيحه. شوف منطيك حروف من الكلمات الموجوده بالجوينتس باليد بالمفاصل باليد، ومنطيك حروف مفقودة من عندها انت المفروض تكملها، ومنطيك بالمفاصل بالرجل، ومنطيك اشياء تفيدك في حال صار عندك قطع لا سامح الله. هذا من الاثنين اريد من عندك تكتب لي بالتعليقات او تواصلني. هذا نوع من الأسئلة. النوع الآخر اللي قلت لكم عليه انه ممكن يطير حروف من الكلمة وانت المفروض تكملها. شوف فينت مطير من عندها حرفين. I feel dizzy I think I'm going to، انا اشعر بالدوار. شبيه راح يغمى علي فينت، وفينت منطيني اف ان تي لازم اكمل هذا الحروف اللي بيها. I can't swallow لا استطيع انا ابلع يعني ابتلع ريق. I have a sore throat and the temperature of 39 degrees، ما استطيع الابتلاع. ليش؟ عندي ألم بالمعدة لأن حرارتي مرتفعة وصلت 39. نفس الشيء الكلمات. وعندك هاي الجملة، هذا الجملة الخامسة أريد من عندك تحلي هذن الكلمتين شنو الحروف الناقصة، اكتب لي اياهم بالتعليقات. هذا ما بي شيء. عندك هنا بس على مود ماتش وليتل وهاي السوالف شنو الاختيار، قايل لك تختار لو ماني لو ماتش لو افيو لو ليتل. شوف عندك هاي الجملة شبيهة منفية، النفي ياخذ لو ماني لو ماتش، عاد بساعتها اضحك. هاي شنو؟ وقت بدون اس، وقلنا الوقت اذا بي اس يصير معدود، بس بدون اس غير معدود. اذا اختار ماتش. شوف بسرعة اختارت بدون ما اعرف المعنى. عندك هاي الجملة استفهامية، تمام. من الحالة كاتب لتل، ما يصير لتل، غلط، يصير ما يصير لتل. Can you lend me a، ونخلي استفهام. الاستفهام ياخذ لو ماني لو ماتش. ماني فلوس، معدود لو غير معدود معدود. اذا شختار؟ اختار ماني. هذا الاختيار يكون ماني. زين تايمز جايه بها اس، اخلي ماني لين تصير معدود. مور فروت فواكه، شنو هن؟ غير معدود، ما قال لي شنو نوعيتهن ولا ايش قد عددهن. هذه نفي الجملة، وهنا نفي. النفي لو ماني لو ماتش. اذا سبيس معدود لو غير معدود غير معدود، اذا ماتش. هاي الجملة نفي، بما انه نفي وعندي ناس معدودين وتجيني ماني وماتش غير معدود ومعدود، اذا يكون ماني. عندك هذا الفراغ الموجود عندك هنا المفروض تدز لي واجب. شنو اختار بهاي الجملة؟ دعك عليها زين ودز لي الاختيار الصحيح. بهاي الصفحة عندك قاعدة used to، واحنا نعرف ان القاعدة مال used to شنو هذه تكون، بس عندك شغلة بقاعدة used to. هالمرة مو منطيني تصليح الفعل حسب القاعدة، هالمرة منطيني جملتين واصلح الفعل حسب used to. تخلي ببالك انه الجملة الاولى تصلح على قاعدة used to، سواء نفي او سؤال او جملة عادية. الفعل الثاني اصلحه لو ماضي بسيط لو مضارع بسيط. اذا شفت الظرف للماضي اصلحه للماضي، واذا شفت الظرف للمضارع اصلحه فعل مضارع. قاعدة الماضي البسيط فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة. قاعدة المضارع فاعل زائد فعل مضارع مضاف اليه او بدون اس حسب الفاعل زائد تكملة. اجي I have a bicycle but someone steal it last month. last month ماضي.
قلنا الفعل الأول نصلحه على used to، ننزل الفاعل used to have فعل مجرد يعني تكملة، أنزل التكملة. الجملة الثانية أصلحها على الماضي البسيط لأن اكو ظرف ماضي بسيط. نجي على هاي he like going out but now he like going out لازم أصلحها حسب قاعدة used to. he used to like وكمل الجملة نقطة. أجي على الجملة الثانية من بعد الفارزة شو أشوف now ظرف يدل على شنو؟ المضارع. إذا لازم أصلح هذا الفعل بالمضارع يصير فاعل مفرد ياخذ فعل مضاف إليه اس يصير wants. لو فاعل جمع كان أنزله نفسه. هذا الجملة عندي she wear glasses but now أيضا أصلح. دائما تخلي ببالك الجملة الأولى تصلح على used to، الجملة الثانية لو ماضي بسيط لو مضارع بسيط. إذا الظرف للماضي أصلح بالماضي، إذا الظرف بالمضارع أصلح للمضارع. وأغلب الأحيان يجينا الظرف now ليدل على المضارع. كل الجمل هيك يكون حلهن. زين بهذا الحالة بهذا التمرين شوف منطيني she not be so thin but she get very ill last year and lose a lot of weight. هذه منطيني تصليح ومنطيني 3 أفعال. زين ومنطيني مثبت ومنطيني نفي ومنطيني الدنيا خربانة. she used لو didn't هنا بهالحالة نقول she didn't used to be so thin ليس من المعتاد أن تكون رشيقة. but she get شنو تصير بالماضي لأن عندي last شنو تصير got. زين and lose a lot of weight خسرت شي يصير بالماضي مال الفعل. بهاي الحالة زين lose تدزوا لي اياها واجب شلون تصير لأن هذا فعل من الشواذ ماضي فلويدي لازم اسوي ماضي بالشاذ. لو اسوي بالمضارع شو تقولون انتو؟ اكتب لي الحل بالماضي لو بالمضارع انه تحل هذا الكلمة وشون تنحل حسب الافعال الشاذة. اكتب لي بالتعليقات او دز لي واجب. نقلب هنا عندي هذا التمرين حيل مهم، هذا تمرين المرادفات. زين ايش قايل لك؟ تمرين مرادفات حيل مهم. مرادفات الوحدة الأولى surprised مندهش puzzled pushing يدفع shaking without success بدون نجاح to no avail faint إغماء lose consciousness dropping يتساقط spilling the police fire department ambulance the emergency service خدمة الطوارئ إلى آخره. هذه تمارين مرادفات. medical helper المساعد الطبي شي يسمونه paramedics. woke up يستيقظ regain consciousness يستعيد وعيه. وهذه منطيني 5 جمل يعني ما اعتقد يجيك ايش تمرين لكن نحله. تمارين منطيني اياهن قايل put these notes in the correct order ضعها بالترتيب الصحيح. وعندك فتح الباب للإسعاف، عندك الأم مغمي عليها، عندك إعطائها شراب حلو، واتصال بالطوارئ، استعادة الوعي، وصول الإسعاف، والمسعفين انطوها حقنة. فلازم ترتب بالبداية الأم فقدت الوعي، بعدين ابنها راد ينطيها شراب حلو، بعدين الطفل اتصل بالطوارئ، بعدين وصلوا الطوارئ، بعدين هو فتح الباب للطوارئ، بعدين الطوارئ انطوا الأم العلاج، بعدين شنو الأم استعادت وعيها. هذا كل ما يتعلق بتمارين الوحدة الأولى. وهيك نكون نهينا الحلقة الثانية من حل تمارين الوحدة الأولى. إن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني وموضوع ثاني وحلقات ثانية وتمارين للوحدة الثانية. في مان الله.